مين؟ مش ده السؤال، لازم مش ده السؤال. انا مستني السؤال اهو. لو انت انت النهارده تابعت كل الاحداث، انا اقصد ملف الصفقات تحديدا، ايوه. وانتقال لعيبه من نادي لنادي اخر، بس تحديدا انتقال لعيبه من الزمالك للاهلي، شفته ازاي بشكل عام؟ مين من اللعيبه كمان اللي كابتن ابراهيم ناصر ما كانش متوقع خالص انها تروح من الزمالك للاهلي؟ هو بصي، هو اعتقد ان الفتره الاخيره او الثلاث لعيبه اللي اتنقلوا في الاخر دول كانت ضربه قويه جدا. يعني النادي الاهلي استفاد فنيا بنسبه 100%، وده حق اصيل. يعني اكيد انا واحد من، بلاش ان انا كنت عارف ان الزمالك واحد من جمهور الزمالك، كنت اتمنى الثلاثه دول يكونوا موجودين عندي في الفرقه، وهم اضافه فنيه كبيره جدا. لكن بتيجي حته العاطفه شويه اللي بتزعل. يعني انا واحد من الناس اللي امام عارفين ان هو زملكاوي وطول عمره بيشجع الزمالك، وبس هو من اتحط صغره في موقف بالظبط. تمام. من صغره. مم. بس هو بلدياتي كمان امام، والله. والله اه. منصوره. فانا عارف ان هو زملكاوي جدا، واعرفه معرفه شخصيه ان هو زملكاوي. يعني الموضوع طب ما راح الاهلي تخيلتوش. ليه؟ راح الاهلي ليه؟ اكيد العرض اللي متقدم له من النادي الاهلي افضل يعني. كان كبير. طبعا. طب ما انت كان بس بالنسبه للصدمه، لا بس لما انت كان متقدم لك عرض كان يعني اكبر. حضرتك كمان كان بس متقدم. برضه اوضح عشان اقول اللي ليا واللي عليا. انا العروض ايامنا الموضوع كان الفرق بسيط. يعني انا ما اضحيش بالجمهور عشان كده. لكن النهارده اعتقد ان الموضوع بقى فيه ارقام كبيره جدا، او بتخلي اي حد ممكن يفكر. يعني لو كان العرض كان اللي اتقدم لك وقتها من الاهلي كبير جدا كنت رحت؟ انا يعني مش عايز احكم على حد تاني غيري. انا ما انا بتكلم بقول عن لك انت، نفسي. انا مش هروح، لان انا كان ما انا ردي ان انا بتكلم على زملكاوي. حضرتك. انا نادي الزمالك ده، انا بالنسبه لي انا كان مكان خيره كبير عليا انا. وانا معترف بده وبقول كده على طول. فانا ما كنت مش هروح الاهلي عشان انا بحب الزمالك. وكان خيره على امام برضو. اما انا بقول لك انا مش هتكلم على غيري في حاجه. انا بتكلم عن ظروفي انا، ان انا مش هروح الاهلي. وانا قلت كده، والناس احترمتني كمان في الرد، ان انا مش، يعني النادي الاهلي بحترمه جدا وفوق دماغي، لكن انا راجل زملكاوي بحب المكان ده، عشان المكان ده خيره عليا وعلى اهلي وعلى بيتي طب وكل حاجه. سؤال